السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله عن الشفاطات الاتحاد الاوروبي والشفاطات الالماني الاصلي ومفتاح السرعات. يوجد بفضل الله جميع مقاسات الشفاطات الاتحاد الاوروبي من اول مقاس 30 في 30 40 في 40 50 في 50 60 في 60 لحد اكبر مقاس 80 في 80. موجود كمان حضراتكم جميع مقاسات الشفاطات الالماني الاصلي وبالضمان من اول مقاس 40 في 40 50 في 50 60 في 60 لحد اكبر مقاس 80 في 80. صورت لحضراتكم قبل كده فيديو عن الشفاطات الالماني، ازاي تعرف الشفاط الالماني الاصلي. موجود حضراتكم بالفعل بالمؤسسه ومعاه ضمان سنه. موجود كمان حضراتكم الكتالوج الخاص بكل مقاس بالنسبه للشفاطات الالماني. لو شفنا هنا حضراتكم كل مقاس بيبقى موضح كام واط وبيسحب كام متر مكعب. هنا الشفاط ال 80 في 80 2200 واط بيسحب 18000 متر مكعب 1400 لفه كهرباء 220 وكهرباء 380 الكهرباء الثلاثه فاز. موجود حضراتكم الشفاط كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز. هنا المقاس ال 70 في 70 740 واط بيسحب 8700 متر مكعب 1400 لفه كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز. ده الكتالوج حضراتكم الخاص بكل مقاس، كل مقاس بيسحب كام متر وكل مقاس كام واط. موجود حضراتكم الشفاطات الالماني الاصلي ومعاه ضمان سنه من المؤسسه من اول مقاس 40 في 40 50 في 50 لحد اكبر مقاس ال 80 في 80. موجود كمان حضراتكم جميع مقاسات الشفاطات الاتحاد الاوروبي من اول 30 في 30 لحد اكبر مقاس 80 في 80 عن تجربه. شفاط اتحاد اوروبي ممتاز، جربت حضراتكم في الغرفه لحد دلوقتي معايا بقاله 4 سنين ما حصلش فيه عطل نهائي. رفاض بيكون على رمان بلي ملف نحاس اعطاله قليله جدا. موجود كمان حضراتكم مفتاح السرعات الخاص بالشفاطات. طبعا حضراتكم مفتاح السرعات بنستخدمه ان احنا نقلل السرعه وخصوصا لو احنا في الشتاء عشان خاطر لو الشفاط اشتغل على اعلى سرعه درجات الحراره هتنخفض معانا بشكل كبير. عن تجربه مفتاح امن على الشفاط مش بيحصل اي حاجه للشفاط، والمفتاح حضراتكم عليه ضمان مدى الحياه ضد عيوب الصناعه وضد سوء الاستخدام. يعني لو حضرتك خدت المفتاح اتكسر او اتحرق تقدر حضرتك ترجعه وتاخد فلوسك او تبدله مفيش اي مشكله. يوجد بفضل الله جميع مقاسات الشفاطات الاتحاد الاوروبي والالماني ويوجد شحن لجميع المحافظات. عنوان المحل حضراتكم في عزبه الهجانه مدينه نصر القاهره، ومن على اللوكيشن هتبحث عن مؤسسه ابو مالك من اي مكان هتظهر لك على اللوكيشن ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.